تتواصل فصول المأساة المرتبطة بمحاولة الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة بعدما كشفت المعطيات الواردة عن ارتفاع عدد الضحايا الذين جرى انتشال جثامينهم من سواحل المدينة في مشهد يعيد إلى الواجهة المخاطر الكبيرة التي ترافق رحلة العبور عبر البحر. وبحسب المعلومات المتداولة فقد تم العثور على عشرات الجثامين منذ بداية موجة العبور الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 71 شخص، فيما لا تزال عمليات البحث والتنشيط مستمرة بحثا عن مفقودين وسط مخاوف من إمكانية ارتفاع الحصيلة خلال الساعات المقبلة. وفي الجانب الآخر عاشت مدينة سبتة خلال الفترة الأخيرة تدفقا استثنائيا للمهاجرين في واحدة من أكبر موجات العبور التي شهدتها المنطقة، الأمر الذي دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية على طول الحدود وفي محيط المدينة. وفي سياق متصل أفادت السلطات الإسبانية بأن آلاف الأشخاص غادروا سبتة بشكل طوعي بعد وصولهم إليها بالتزامن مع تحركات أمنية مكثفة تهدف إلى الحد من محاولة العبور غير النظامي. لكن خلف الأرقام والإجراءات الأمنية تبقى هناك مأساة إنسانية ثقيلة، خصوصا أن عددا من الضحايا هم من الشباب والقاصرين والنساء الذين يخوضون هذه الرحلة الخطيرة بحثا عن فرصة لحياة أفضل. وبالنسبة لعائلة المفقودين فإن المأساة لا تنتهي عند البحر، بل تبدأ معها ساعات طويلة من الانتظار والخوف في انتظار أي خبر قد يكشف مصير أبنائهم. وتعيد هذه الأحداث النقاش حول الأسباب التي تدفع هؤلاء الأشخاص إلى المخاطرة بحياتهم، وحول ضرورة مواجهة الظاهرة من مختلف جوانبها، ليس فقط عبر الإجراءات الأمنية وإنما أيضا من خلال التوعية بمخاطر البحر وتوفير فرص وحلول اقتصادية واجتماعية تقلل من دوافع المغامرة بحياة قد تنتهي في عرض البحر. فما كان بالنسبة للكثيرين طريقا نحو حلم جديد، تحول بالنسبة لعائلات أخرى إلى مأساة وانتظار مفتوح على المجهول.